في الاشتباك المباشر ده في عمليات بتتم بوسط القوات الجويه لوحدها فقط بندي المعلومه معتمدين عليها، الحته دي اضربها. طيارات الاباتشي والولاد بسم الله ما شاء الله ربنا يحميهم يعني، ربنا يحميهم. ولاد يعني يستاهلوا السلامه يعني. طيب ايه هي اهم القرى اللي يعني بتتمركز فيها العناصر اللي كانت بتتمركز فيها العناصر الارهابيه؟ فتات، مهديه، نجا شبانه، هم 37 او 36 يعني. تم مداهمتها كلها؟ كله ومره واثنين وثلاثه. خلاص بقى كفايه. يعني قريب يا فندم سيتم الاعلان؟ قول يا رب ان شاء الله. ان شاء الله يعني سيناء. خلي بالك انت مش جيش ضد جيش، ده جيش ضد خفافيش. فمعلش خلي الناس تستحمل شويه عشان تنضف صح، ما يبقوش مزنوقين في حته ويطلعوا بعد شويه يعملوا مشاكل. واحنا مستحملين، احنا اللي شايلين وهنشيل عشان البلد. على ذكر مستحملين، في شهداء كتير راحوا الفترة اللي فاتت، تحديدا هنا بتكلم عن القوات المسلحة. الروح المعنوية يا فندم. شوف يا هانم، اللي بيتصاب عندي او اللي بيتوفى ونحتسبه عند الله شهيدا، بقيت زمايله بيزيدوا اصرار عشان ياخدوا بطاره. النهارده القائد العام ادى ترقيه استثنائيه لكل من استشهد. الرائد يبقى مقدم، المقدم يبقى عقيد، الترقيه الاستثنائيه لكل اللي استشهدوا. يعني لا يثنيهم عن الاستمرار. بالعكس. طب انا هقول لحضرتك حاجه، كان في عمليه عندي في كمين من الكمائن وحصلت فيه خسائر، فبقول خسائر بشريه. فبقول لمساعد قائد الجيش يا استاذ ناصر يا ريت نغير القوه دي عشان ما لقيت العسكري بيقول ايه يا فندم لو سحبتوني هنا انا همشي هنفذ الامر بس هضرب نفسي بالنار، لازم افضل لحد ما اجيب طار زميلي. ده عسكري لازم اجيب طار زميلي. وبعدين خلي بالك الحمد لله احنا جبنا طار ثالث وثالث يعني. بس لسه يعني. ايه لسه لا كطار رجالتي ثالث وثالث جبته، ثالث وثالث ولسه برضه ما البحر يحب الزياده ان شاء الله. ان شاء الله بيهربوا لوسط سيناء يا فندم؟ الاماكن كتيره حتى ممكن الغرب بس وسط سيناء يعني لو حضرتك يعني توضح لنا طبيعه المكان. يعني وسط سيناء يعني المعلومات عن المكان ده انه جبال، هي كلها جبال بس فاضيه اكتر من كبؤر او اوكار، فاضيه اكتر من من الشمال مثلا. فيها جزء مناطق جبليه وفيها جزء مناطق برضه صحراويه مفتوحه فيها قرى ومدن وفيها وديان، سواء وديان صخريه في مناطق صخريه او جبليه او في مناطق مفتوحه. هي طبوغرافيه سيناء وسط سيناء متعدده بتجمع، بس اللي بيغلب عليها تجمع بين كافه الاوساط الطبوغرافيه، لكن اللي بيغلب عليها الشق الجبلي الصخري. طيب حضرتك اتكلمت عن بورسعيد في سياق الحديث وعن انها ما كانش فيها حظر تجوال، ودور حضرتك كان واضح في الفتره دي، ومع كده يعني تم ذكر اسم حضرتك لما كانوا بيتحدثوا عن الانشقاقات في الجيش الى اخره، كان اسم اللواء احمد وصفي موجود. بتقول ايه بقى؟ شوف يا هاني، اللي ربوني من وانا ملازم للنهارده جيل محترم، جيل حارب في 73. يعني انا سياده المشير حسين طنطاوي ده في مقام والدي من وانا ملازم لحد لواء، والراجل ده مربيني. ما يربوناش على الانقسامات والانقلابات. طيب اجي لسياده الوزير عبد الفتاح، لا وضعي العسكري مع سيادته ولا علاقتي الخاصه بيه تسمح لي ان انا مجرد ان انا افكر ان انا انقسم. هم جم يعملوها بس عملوها غلط، يعني جم يشوهوا القوات المسلحه بس جم في حته غلط، يعني جم في حته ما حصلهاش استجابه. انتوا جايين على احمد وصفي، جايين على احمد وصفي اللي اتربى على ايدين مين واللي تحت قياده مين دلوقتي. طب قلبوا الورق وشوفوا احمد وصفي علاقته بسياده المشير ايه، واحمد وصفي علاقته بسياده الفريق ولا فتح ايه.
قبل ما تقولوا ان احمد وصفي ينقسم على ده او على ده او على ده. يعني هم لما عملوها سوري بلدي شويه، فجت خايبه. تماسك الجيش وانضباطه بشكل عام يعني لا يريح الكثيرين خارج مصر كمان. احنا اتربينا ومستمرين على ان احنا على قلب رجل واحد. من سياده الفريق عبد الفتاح لحد سياده الفريق اول عبد الفتاح لحد احدث جندي، كلنا على قلب رجل واحد. هدفنا كله البلد دي تقف على رجليها. خلاص وقفت على رجليها، نرجع لمهمتنا الرئيسيه. لا هوى ولا غرض ولا هدف ولا اي حاجه غير كده، وعن قناعه. مش اعلام، يعني انا مش عاوز بس عشان ما يتاخدش محمل غلط، مش عشان شو، لا، دي حقيقتنا يعني، وحقيقتنا بدون تمثيل ومن خلال نتائج اعمالنا. حضرتك قلت انه قناة السويس مؤمنة تأمين بشري، تأمين مادي كما لم يؤمن اي مكان في هذا العالم. ومع كده يا فندم قناة السويس يعني تعرضت في الفترة الأخيرة لشائعات كثيرة. شفنا مشهد لإطلاق قاذفات على واحدة من البوارج اللي بتعبر في قناة السويس وتم تداوله. يعني حضرتك بتفسر ده بإيه، ويعني كيفية الاستعداد لقناة السويس وتأمينها في هذه الفترة الدقيقة؟ يعني السيد رئيس قناة السويس سيد فريق مهاب بعلاقاته مع اي ممر ملاحي اخر، وهو نفسه اللي يشهد، مش احنا اللي هنتكلم. لو في اي ممر ملاحي في العالم مؤمن ربع التأمين بتاعنا ده، يبقى احنا مقصرين في حق هذه الدولة. لكن هرجع اقول لحضرتك النهارده الظروف اللي انت فيها، الناس دي في خلال فترة خروج الروح، زي ما بنقول الفرفره بتاعت خروج الروح، عاوزين يعملوا اي حاجه يعملوا بيها بروباجندا، ازعاج، عدم استقرار، عاوزين يعملوا اي حاجه. مع ان العلم ان قناه السويس دي هي المصدر الرئيسي للعمله الصعبه لجمهوريه مصر العربيه يوميا. اتأثرت في البلد بقى. اتأثرت يا فندم بالمحاولات لتشويه سمعتها؟ أبداً. والدليل على كده حضرتك راجع الأعداد اللي بتمر يوميا خلال هذه الفترة بما سبق. أبدا بالعكس. طيب حضرتك قلت كمان إن تراب سيناء يسد ديون مصر، بمعنى كلها خير يا فندم. جبال رخام، جبال اسمنت، جبال جبس، جبال رمل، آلاف وملايين الأفدنة رمل زجاجي. ساحل من جنوب رفح، من غرب رفح لحد جلبانة أرقى من الساحل الشمالي. ده شمال وسط سيناء. عندك فوق 1,000,000 فدان جاهزين انهم يتزرعوا، السر والقوارير واستكمال وادي العريش، كل دي مجا وفيها موجودة، أو بالمياه اللي انت هتوصليها. جنوب سيناء بسم الله ما شاء الله، هاتي منطقة سياحية قد تقاربها بشكل في العالم كله. فبقول لحضرتك سيناء دي لوحدها لو خدت حقها ان شاء الله خلال الفترة القادمة وتم إعادة الاستقرار والأمان ليها، هتبقى مصدر كل رؤوس الأموال. كل رؤوس الأموال هتروح على هناك، لأنها فعلا بلد غنية أو أرض غنية قوي. كانت مهملة يا سيادة اللواء فترة كبيرة. طبيعي. النهارده الإرهاب جه ليه؟ جه من نفسه، جه عشان الحتة حلوة. النهارده أنا بسرق ليه؟ بهرب ليه؟ كم فدان تم تطهيره تماما من الألغام؟ حوالي 542,000 لحد دلوقتي. حوالي نص مليون فدان. حوالي نص مليون فدان. وهي الخطة دي أصلها خطة سنوية، دي يعني دي أصلا، وحتى جاي لنا تعليمات من القيادة إن إحنا ما نلتزمش بالخطة السنوية، يعني عاوزين كل 3 سنين يبقوا في سنتين. والإمكانيات متاحة والإمكانيات جاهزة. يعني دي خطة موضوعة الفترة اللي جاية إن شاء الله لتنمية الأرض دي. دي خطة موضوعة لتطهير سيناء، تطهير أرض سيناء عشان الشق الاستثماري، سواء زراعي أو صناعي أو تعديني. حضرتك شايف إنه في فترة يعني مش طويلة ممكن يحصل تنمية لسيناء،
كذلك يمكن الاستفاده من ترابها زي ما حضرتك قلت يسدد ديون كتير. يا فندم انا هقول لحضرتك حاجه، انت عندك الدكتور حسن راتب يعني على سبيل المثال مصر على تواجده هناك ليه؟ بعد اللي حصل فيك يا سينا دي كلها. عارف غلو الارض دي ايه؟ عارف قيمه الارض دي ايه؟ في محاولة لإشغال الدولة، إشغالكم أنتم في ممارستكم للعملية الأمنية للقبض على الإرهابيين إلى آخره. حضرتك شايف أنه في يعني كمين كده بيحاولوا يعني يعملوه علشان الناس تتراجع عن مهمتها او تعرقل المهمه دي؟ يعني بنسمع عن اخبار زي النهارده اخر خبر انه ممكن يتم اطلاق النار على سياره مثلا فيها جنود، او ممكن يكون في اصابه للمجندين زي ما بيتم يعني في نجاح بدون عرق، في انتصار بدون خسائر. مفيش انتصار بدون خسائر ومفيش نجاح بدون عرق، والخسائر وارده. بس الشطاره ان انا احقق اكبر قدر من النجاحات والانتصارات باقل قدر من الخسائر. لكن لازم بلد دي تقف على رجليها، وهتقف على رجليها ان شاء الله بامر الله تعالى. ان شاء الله هتقف على رجليها، ارادوا ام ابوا هتقف على رجليها. قدمتوا كام شهيد يا فندم؟ القياده العامه بتقول تلاقيش مش كتير، والله لو الجيش التاني كله مش كتير على مصر. لو الجيش التاني كله بأحمد وصفي لحد أحدث عسكري مش كتير على البلد دي. كلمة أخيرة في أيام المصريين بيستعيدوا فيها ذكرى أن نصر أكتوبر المجيدة بكل تفاصيلها وكواليسها وقصص كتير لسه فيها ما نعرفش عنها حاجة، وبطولات أيضا. أرجو إن احنا نكون خير خلف لخير سلف، واللي بيقوم بيه دلوقتي اللي بتقوم بيه القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب ما هو إلا استكمال لمنظومة 73 تأمين سيناء. بس يمكن كانت قبل كده حرب بشرف، دي حرب من غير شرف. ده عيبها يعني، ده الضغط اللي واقع علينا احنا. لكن بأمر الله تعالى إن شاء الله هنكمل مسيرة اللي سبقونا وحققوا 73 إن شاء الله بأمر الله تعالى. مش هنضيع دم اللي استشهدوا في 73 وما قبل 73 بإن احنا نتخاذل مع النوعيات دي. أنا بشكر حضرتك سيادة اللواء أحمد وصفي، وربنا معاكم في المهمة الموكلة لكم. إن شاء الله سينا يعني يتم الإعلان عنها أنها خالية تماما من الإرهاب في وقت قريب جدا إن شاء الله. زي ما يعني سمعنا أنه ممكن يعني في أكتوبر يكون التصريح ده. ادعوا لأن احنا ماشيين بدعاكم وماشيين بفضل ربنا، ومجهودنا احنا ما بنبخلش بيه، ورجالتنا ربنا يحميهم ان شاء الله. اتقال برضو يعني انه مع حلول انتصارات اكتوبر وذكراها هيكون في يعني عمليات من قبل طبعا الارهابيين ضد بقى منشآت، ضد جنود. انت بتتعاملي مع في تصدي واستعداد طبعا للي وفي بيتقال نفس ده. التوقيت احنا على طول اليرت، لكن في نفس التوقيت ما تغفليش ان العدو بتاعك خسيس. العدو بتاعك مش واضح، العدو بتاعك مش شريف. انا بقول لحضرتك انا لو بحارب اي جيش في العالم فهي حرب شريفه، لان بتحكمها قواعد، بتحكمها اخلاقيات. لكن مع دور ربنا يعيننا ان شاء الله. بشكر حضرتك مرة تانية سيادة اللواء أحمد وصفي، وبشكر حضراتكم مشاهدينا على هذه المتابعة. كنا معاكم من محافظة الإسماعيلية.